الموتوسيكلات هتموتك، الموتوسيكلات دي نهايتها وحشه. الكلام ده هنسمعه كتير جدا. تعال اقول لك على ريل شفته او فيديو لناس حقيقيه، ثلاثه عندهم شلل نصفي، ربنا يبعد عنكم اي حاجه وحشه. وما سالوهم قالوا ايه؟ اول شخص قال انا كنت سايق بتاع السكيت ده بتاع التلج، وكنت بجري بيه وقعت دخلت في شجره جالي شلل نصفي، ميك سنس يعني. تاني واحد قال انا كنت راكب ورا واحد موتوسيكل وكنا بنجري وبعد كده وقعنا فانا دخلت في حاجه فبرضه جالي شلل نصفي. تالت واحد وده المغزى بتاع القصة دي، ان هو كان قاعد في بيتهم على الكنبة وجات له جلطة سببت له شلل نصفي. طول ما انت عامل اللي عليك ومراعي دايما السلامة والطريق وكل الحاجات دي مش هيجيلك غير المكتوب. في ناس راحت حروب عالمية ورجعت ماتت في حادثة تعدية طريق مثلا ودي بجد حصلت كتير. في ناس كتير جدا بتبقى في وسط حاجات انت مش عارف هم ازاي عايشين في وسطها وبينجو. وفي ناس تانية بتبقى سبحان الله هو قدره مكتوب له ان هو يموت وهو في بيته على سريره. فالنقطة اللي انا بتكلم فيها ان انت دايما توكل على الله واعمل اللي عليك وابقى محافظ على نفسك وعلى الطريق، وان شاء الله ربنا يسترها عليكم جميعا. وابعت الفيديو ده لاي حد بيقول لك كده وقول له انا واخد بالي من الطريق وان شاء الله مش هيحصل لي حاجة. سلام.